بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطلب خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. تحية طيبة وبعد. أخواتي الأعزاء، إن شاء الله النهاردة هشرح لكم برنامج أفاست استوديو كومبريت. واعذروني مبدئيا إن كان عندي نطق إنجليزي مش للدرجة دي يعني، ولكن تعذروني. دي صورة البرنامج بتاعنا مصغرة، تمام، ملتقطة من فيديو أنا صممته برنامج تاني عشان أعرف أظبط البرنامج ده يعني. تمام. البرنامج التاني بإذن الله لحظة أوريكم الصورة بتاعته. دي الصورة بتاعت البرنامج اللي أنا صورت بيه الفيديو راح نشرح عليه. هو فيديو مصور عليه شرح البرنامج بتاعنا، البرنامج ده. تمام. احنا صورنا بالفيديو ده هو، لكن اللي خلانا مش هنشره ان الكلام في البرنامج المصورين بتاع كويك سكانر ده هو الكلام فيه بيسبق حركة الماوس، حركة مؤشر الماوس في البرنامج ده. تمام. فاحنا قلنا ناخد نفس الفيديو نصوره بالبرنامج بتاعنا اللي هو فاست ده، ناخده نفس البرنامج نصور بيه، ولكن انا هوقف الصوت على اساس الفيديو بحيث هيبان قدامكم الشكل. ممكن يظهر عندكم دايرتين بتوع الماوس زي دي ودايرة تانية، فمعلش برضه اعذروني، بس احنا بنحاول نوصل معلومة للناس بأي طريقة يعني، واعذروني يعني، ان شاء الله مش هتحصل تاني الحكاية دي. تمام. فهبدأ معاكم أول مبدئيا عشان نعرف نحمل البرنامج. ندخل على اللينك بتاعه نحمله الأول من النت. نكتب الصور، هتفتح صفحة جديدة. وانتظر لحد ما تفتح معانا. تمام. فتحت الصفحة اهي. هتيجي تحمل من كلمة فري داونلود، تضغط عليها. هننتظر العداد ده لحد ما يخلص العد بتاعه التنازلي بتاع قائمة انتظار. تمام. هيجي عندك يطلب منك الرقم ده 4311، هنكتبه زي ما موجود ونضغط على علامة النكست. لو مفتحش معاك التحميل مباشرة اضغط على الكلمة دي مكتوب عليه اضغط هنا. هتختار المكان اللي تحفظ فيه بحيث انت تبقى فاهم. انا عن نفسي حافظه برنامج عندي فمش هحفظه. نضغط على دبل كليك وندوس على كلمة دبل كليك هنا على البرنامج مطرح ما حافظينه. نضغط على نكس نجر انستايل، نختار مكان الحفظ وننتظر لحد ما يتم التصديق. نضغط على كلمة فينش. كده البرنامج اتسطب على الديسكتوب ظهر قدامنا. هيطلب منك هنا، بيطلب منك انك انت ممكن تشغله كده، وضغطنا على الاداة دي انك انت هتشغله عادي. بس كل ما تيجي تفتح البرنامج من هنا مثلا هتلاقيه يطلب منك هيظهر معاك نفس الاشارة دي. فمطلوب منك انك انت تحط الكراكر بتاعه او السيريال بتاع البرنامج. تمام. هنحط له السيريال دلوقتي. شوف مع بعض هنا. ده النيم، نعمل له كوبي، تيجي في الخانة دي قدام يوزر نيم تحط تعمل عملية بسط، كليك يمين تضغط بسط. لو عندك ويندوز عربي هتضغط كلمة نسخ. ده السريع بتاعه. هتعمل له برضك عملية نسخ ولصق او كوبي وبسط. تمام. هتضغط على كلمة الريكوردر دي، ده اوكي. هظهر لك رسالة انه تم تفعيل البرنامج.
وتدوس كلمة اوكي. كده تمت عملية تفعيل البرنامج. تمام. الادوات اللي قدامك دي اغلبها كلها تبع التصوير ومش عارف ايه، صور الفلاش عادية. من ضمنهم يعني انا واخد الصورة دي ببرنامج برضو، نفس البرنامج، وعامل الدايرة دي هي والسهم وكده، نفس البرنامج. احنا هيخصنا في ايه؟ في الادوات دي كلها الاداة دي، ومنها انك انت بتتم عملية تصوير فيديو للجهاز. نضغط عليه اوكي. تمام. لو ضغطنا هنا هتعمل تصوير مباشرة، بحيث ان الاختيار ده التاني بتعمل تحديد او تظليل الجزء اللي انت ايه هتصوره، يكون هيبان عندك زي خط احمر كده. هتحدد المسافة اللي انت عاوز تصور، سواء عاوز تصور الشاشة كلها او عاوز تصور جزء معين، او عاوز تصور مثلا جزء زي الصورة اللي قدامكم دي. تمام. فلو ضغطنا هنا هتعمل تصوير، او ضغطنا هنا بتعمل اختيار فيديو بحيث تعمل عليه تعديلات، زي مثلا في الصورة دي تعمل زي الدايرة دي، تعمل سهم، تكتب حاجة، تحط موقع، تحط صورة كده يعني. هنشوفها دلوقتي بإذن الله. الاوبشن ده معناها انك انت بتعمل اعدادات البرنامج نفسه، البرنامج بتاعنا ده. تمام. دي كتابة، نضغط على علامة الاوبشن دلوقتي. انتظر معايا لحظة. كلمة اوبشن، بتيجي هنا في اختيار قدامك اسمه فروم ريتي فرومز، بتختار هتلاقيها برقم 5، بتصلحها تكتبها 10. ودول دلوقتي هنشوفهم. بتنشط دول، نشط تاني اختيار، والتالت ده في اغلب الناس هتلاقيه مش متنشط. التاني والتالت ده عشان يظهر لك الدايرة زي دي في البرنامج، دايرة صفرا بتكون، وبتعمل الصوت بتاع الماوس، التك بتاعت الماوس. تمام. هتنشطه. هنرجع دقيقة ثانية، معلش. ايوه كده ماشي. تمام. هنا الصوت، وهنا دي الأداة دي مكتوب عليها هوت لير، مكتوبة فيها كنترول اف 11. ده معناه انك انت لو بتصور فيديو زي ده كده، نفس البرنامج، تعمل ايقاف مؤقت او حفظ او حذف او اي حاجة هتبان دلوقتي هنوريها لكم باذن الله. فاحنا بنغيرها. انا بفضل يعني عن نفسي كل واحد يكتب اي حاجة، ممكن تكتب حرف ار، ممكن تكتب واحد، تكتب اتنين، تكتب اي حاجة هنا مكانها تصلحها. هتضغط على هنا دبل كليك، هيظهر لك مربع بحيث تصلحها. هنشوف دلوقتي زي كده. انا عن نفسي بكتبها اف 8 يعني، وتدوس كلمة ايه اوكي، بحيث لو ضغطت اف 8 هيعمل ايقاف مؤقت. هنا دي اوبجكت، ده مشروع او قائمة. تمام. هنا لو ضغطنا على اوبن كنترول فولدر، معلش اسف مرة تانية انا نطق انجليزي، بحيث تفتح لك ايه الملف او فولدر يتحفظ فيه الفيديو. تمام. الأداة التانية دي تحتها مكتوب عليها شو سند ايميل، بحيث انك انت تبعت بعد ما تخلص على طول مباشرة على ايميل خاص بيك. سيبك منها يعني، مش شرط. المهم انك انت تظبط اول فيديو، وبعد كده تبقى تبعت براحتك على اي ايميل. احنا هننشط اول واحدة بس، دي خاصة بالصوت برضك، سيبك منها مش خاصة هي.
اضغط علامة ايه اوكي. بعد ايه اعدادات نختار الاختيار التاني عشان نحدد الجزء اللي احنا عاوزين نصوره. وبعد كده نضغط على كلمة ايه ريكوردر. كده بنحدد احنا ايه الجزء اللي عاوزين نصوره زي ما واضح قدامكم في الشاشة. انا مثلا هحدد الجزء فوق وهسيب الشريط ايه تحت ده. عندك الخط الأحمر يبين لك المكان اللي انت حددته أو المسافة اللي انت حددتها من البرنامج. تمام. تنتظر لحد ما يتفتح معاك الواجهة التانية مكتوب لك ايه أمرين ستارت وكنسل. ضغطت كنسل انت هتلغي التحديد وتحدد مثلا انت عاوز تحدد جزء آخر أو عاوز تحدد الشاشة بأكمل أو تصغر الحجم اللي انت عاوز تصور بيه قبل ما تصور. تمام. لو عاوز تصور على طول الجزء اللي انت حددته بتدوس كلمة ستارت. عاوز تلغي هتدوس على كلمة ايه كنسل أو ترجع تحدد اللي انت عاوز تصوره. نضغط على ستارت. كده هتلاقي هنا انا ارجعها هنا قبل ما نضغط على كلمة ستارت بالعلم هتلاقي هنا رمز البرنامج الشعار بتاعه هنا في الشريط تحت مش شغال ظهر باللون الابيض ده. تمام. لو ضغطنا على كلمة ستارت هتلاقيه باللون الاحمر بيطفي وينور. انا هنعمل له تشغيل ونضغط على كلمة ستارت زي ما واضح قدامكم اهو يطفي وينور. كده احنا مثلا صورنا مثلا فيديو حاجة كده ماشي. تمام. وضغطنا F8 او كنترول F11 هظهر لك القائمة دي قدامك. بتجيب لك مساحة انت صورتها 2 ميجا بايت مثلا. اي وقت انت صورته 5 ثانية 5 ثواني بس. بتجيب لك 3 اختيارات. ريكوردر دي معناها انك انت عاوز تصور تاني شغل تصوير ده زي ستوب يعني او ايقاف مؤقت. سيف معناه انك انت عاوز تحفظ الفيديو اللي انت صورته. ديليت او دايركت معناه ان ايه احذف الفيديو اللي انا صورته ده مش عايزه. تمام. هنا تيجي بعد كده بعد ما اخترنا مثلا انك انت تحفظ الفيديو عرفنا مكان حفظناه فين هتفتح مثلا واجهة البرنامج تاني. كده كده مش هتقفل البرنامج هتلاقيه موجود برضه تحت. هيجيلك 3 اختيارات. هتضغط على كلمة إيديت ايه هي تعديل في الفيديو. تختار الفيديو انت حفظته فين او اسمه مثلا انواع الفيديوهات احنا مثلا كتبنا 1 2 3 4 5 فيديو كان 5 ثواني قلنا عليه بكده. وهتضغط على كلمة نيو اوبن. تمام. تضغط اوكي. هتيجي في واجهة تانية جديدة خالص اتفتحت قدامك زي دي. ايه هي الفيديو اللي انت صورته. تمام. هنشغله من السهم ده ويعمل له وقف من السهم ده. الاشكال اللي قدامك دي كلوز غلق والديت يعني انت هتحذف الفيديو. ودي الكتابة والتعديل ودي مكتوب على جو. اما عليه علامة الزائد دي تحت كلمة زوم عشان تتقرب وتصغر المسافات. ودي السفقة زي حفظ ودي معناها ايه اوبن. نفس القصة هتلاقيهم فين في الكلمات اللي فوق. احنا هنشغل مثلا فيديو دلوقتي فيديو صورنا ده. حبيت تعمل له زوم اما توقف دي العلامة دي او اما تضغط على كلمة زوم على طول في الحتة اللي انت عاوز تقربها مثلا ايه الراجل بيتفرج عليك او الشرح اللي انت بتعمله. تمام. هنعمل عملية زوم. نضغط على كلمة زوم دلوقتي. هتيجي هنا في السهم اللي تحت قدامك ده تلاقي اختياري اول 100%. اختاري اول 100% ماشي مفيش مشاكل. هتختار نفس الكلمة 100% او اختار اي مساحة بس تختار افضل 100% وتصغر الحجم اللي انت عاوز تصوره وتجيبه تنقله زي كده مثلا في كتابة وتضغط اوكي. شفتوا الزوم بازاي. وادي السهم اللي قلنا عليه قصد الدايرة قلنا عليها بتاعت البرنامج.
نحن بنسويه ده. تمام. هتعمله تشغيل بحيث تعمل اعدادات الفيديو بتاعك. شايفين الخط الاصفر ده؟ معناه انه مساحة الزوم تفضل لحد فين. ممكن تصغرها براحتك عادي يعني، مفيش عندنا مشاكل. تمام. اول ما جت عندي علامة الصفرا اهي السهم عمل الزوم. ماشي. دلوقتي هنخش على طريقة الكتابة او التعديل او حاجة زي كده. نضغط مثلا على علامة ايه، درايف دي او دري، مكتوب على علامة ايه من فوق، رمز ايه. نضغط على اوكي بحيث نعمل كتابة او تعديل او حاجة زي كده في الصورة بتاعتنا. ونفترض ان احنا هنختار شكل من الاشكال دي بحيث ان هي توضح اكتر للناس. تيجي الشاشة قدامك زي كده، تصغرها عشان تبان كل حاجة. تسحبها من الشريط على الجنب ده، اشكال قدامك على الشمال. ونفترض انك انت عاوز تعمل دايرة على البرنامج بتاعنا نشرح فيه. تحدد الدايرة، بتكبرها وتصغرها حسب انت ايه حابب. تيجي تخلي السهم هنا مثلا تقف وقف مؤقت، وتخلي السهم زي كده، زي ما نقول صليب كده او علامة زائد، بحيث تنقل معاك. لو نقلت كده بالسهم هو على وضعه ده، وضع السهم كده عادي مؤشر السهم، هتلاقي انك انت حددت خلاص، مش هتقدر تلغي علامة الدايرة. اما تكنسل عشان تجيب من تاني، يا اما تسيبها زي ما هي على وضعها. فانت تستنى لغاية ما تيجي السهم كده هو زي نظام الزائد، وتسحبها سحب كده بحيث تجيب ايه مثلا الكلمة بالظبط. تمام. زي ما واضح قدامكم كده. تضغط في اي مكان فاضي بعدها عشان تتحدد، او تضغط على الرموز عادي. احنا دلوقتي ايه الرمز ده غلطنا عليه، ده السهم او المؤشر. عاوز تشير على حاجة معينة تضغط عليه ده وتنشطه، تيجي مثلا في مكان فاضي تحدد بيه كده. انت حددت. بتنقل السهم حسب الاتجاه اللي انت عايزه، تصغر تكبر، ده براحتك شغلك انت ومعاك. ممكن تغير لون السهم ده من الأحمر هنا، تغير الرمز ده وتغير ألوان السهم. تمام. أنا حابب طب لو عندي حاجة خاصة وبعمل فيديو مش عاوز حد يشوفها، حاجات خاصة أو صورة عائلية أو كده، ممكن أضيف صورة في خاصية الصورة دي هي مكتوب عليها إيماج. تختارها هنا، بتضغط عليه بحيث تختار الصورة. مثلا ونفترض إن هنعملوها قدام دلوقتي على رمز الكف ده وصورة شخصية عائلية، مش عاوز حد في الفيديو بتاعي يشوفها. احط صورة تانية غيرها مختلفة خالص، صورة طبيعية اي حاجة بحيث تغطي على الصورة دي. هنشوفها دلوقتي. نختار الصورة مثلا زي دي، ونيجي في المكان اللي احنا عايزينه اي مكان، ونحدد زي كده زي ما قدامكم. جت الصورة. طبعا ايه النقط دي بتحدد طبعا الصورة. عاوز تسحبها كده تسحبها كده، تملى بيها الشاشة، تكبر براحتك انت ومعاك واشتغل فيه براحتك. هنلاحظ هنا ايه الصورة اهي، خط الاخضر الظهر ده بتاع الصورة. مسافة هيمشي على الشريط دي اضافة الصورة. وانت عايز تكبر الصورة مثلا تجيبها في الفيديو كله، بتحط هنا السهم وتسحب فيها كده، تسحبها لحد المسافة اللي انت عايزها. عاوز تصغر بتسحب فيها برضو عكس القصة، تصغر فيها. تمام. شوف الصورة وادي الدايرة اللي عملناها. طبعا بعد ما نخلص خالص الاعدادات بتاعتنا بنعمل لها ايه عملية حفظ. من هنا من كلمة فايل او من سيف اس تضغط عليها اوكي بحيث تعمل لك عملية حفظ. تختار المكان هتحفظ فيه والاسم. هنا الاسم اللي انت هتحفظ بيه، وده المكان ممكن تعملها على ماي دوكيمنت، على ماي كمبيوتر، على الديسكتوب،
اي حاجة انت عايزها من السهم ده، وتختار المكان برضو ايه عاوز تحفظ فيه. هنا بتغير اسم وتدوس على كلمة سيف اس. احنا كتبنا 3 اتنينات مثلا الفيديو اللي احنا عملناه. هننتظر الشريط ده لحد ما يخلص العد بتاعه، نجيب 100%. هو 1.6 زي كده قدامك لحد ما خلص. لو في غلطة أو خطأ ما مثلا صادف معاك، في خطأ صادف معاك انت عاوز تعدل ده، بدل ما تفتح من تاني وتعمل من جديد، لا، احنا هنعمل عملية مثلا ستوب. والعلم ده مؤشر ده بتاع الصوت، يعني ممكن تصور الصوت اللي انت صورت بيه فيديو بعد ما تمنتجه وكده، عاوز تشوف حجم الصوت بتاعك ايه، تعمل له ايقاف، تبطئة او اعلاء. تمام، سيبها تحفظ. دلوقتي هتظهر لك ايه علامة بتقول لك اوبن فيديو انت عملته ده. افتح الفيديو اللي احنا سميناه ده، هو بحجمه 221 كيلو بايت. تمام، هتعمل اوكي عشان تفتح الفيديو تتفرج. انا هعمل ايقاف مؤقت عشان الفيديو مش هيظهر اساسا. تمام، ان احنا في برنامج اللي قلنا عليه بدر ده، هو ده ما بيصورش فيديو زي ما احنا بنصور حاليا. يعني انت لو شغلت فيديو وصورته بيه جيت تصور مش هتظهر، ممكن يظهر صوت من غير صورة اساسا خالص. تمام، وانا اسف جدا جدا يعني ان كنت قطعت عليكم في الشرح، واتمنى من الله ان الشرح يكون وافق ويكون عجبكم. يا ريت تشرفونا في صفحة دينية على الفيسبوك، دي صورة الغلاف باسم ما هي بنا لمدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حب يكسب صواب ديني شرفنا فيها، ما فيش أدنى مشاكل. دي صفحتنا على الفيسبوك. في كمان جروب أنا عامله فيسبوك برضو كجروب الكمبيوتر الشخصي، أو الكمبيوتر بحط فيه أي برنامج بيعجبني أفضل من إن أنا أدور عليه كده، مسميه جروب الكمبيوتر الشخصي برامج مهمة. اللي حابب يشرفنا فيه مفيش أدنى مشاكل، بيشرفنا فيه عادي. بس وفي أي معلومة يعني على الكمبيوتر وهذا يفيدك المشاهدة ولا المشاهدة يفيدك. أتمنى من الله إن أنا ما أطلتش عليكم، وإن الشرح يكون وافي يكون عجبكم. مع خالص تحياتي، أخوكم رمضان فتحي، مصر السوهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.